عنديش منه توقيع لخبرته. يعني ما عنديش لعبد الحليم نصر كتاب، ولا المحسن نصر ابن اخوه. يعني احنا عندنا عظماء كتير صناع لم يخلفوا كتبا فيها الخبره موقعه عشان الاجيال اللي جايه تتعلم وتستفيد. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان الصانع عندي بيبتدي كل يوم من الصفر، اللي هو لن يؤدي الى تقدم ملحوظ بالضروره. التقدم الملحوظ لازم يبقى مبني على ارشيف مستقر مدروس مذاكرينه عشان نعرف نتطور، نعرف نتقدم. دي اهميه الارشيف. جينا لزمن الرقمنه اللي احنا لسه عايزين ندخل فيه، واللي العالم دخل فيه خلاص اوريدي. فاحنا بنحاول ان احنا بالطريقه دي ايوه ندخل وهو المشروع بتاع خالد هو بس مش هو مشروع طموح، يعني اكبر من أرشفة النجوم السينمائيين والحقل السينمائي، وإنما هو هيبقى منصب على كل ما أسميه أنا رأس المال الثقافي لهذا البلد. ورأس المال الثقافي ليس هو فقط كتب المفكرين والأدباء والروائيين والشعراء والسينمائيين والفنانين التشكيليين، ولكن أيضا الأطباء والمهندسين وصانعو الطعام وصانعو الملابس. كل ده اسمه رأس مال ثقافي. ورأس المال الثقافي هو القوة الضاربة الأولى لأي تجمع.